طيب الرقم اللي انت شايفه ده اتعمل في 10 اغسطس بالظبط، $1954، يعني داخل في 100,000 جنيه. طيب الرقم ده بالنسبه لك ممكن يكون كبير، لكن انا هشرح لك بالتفصيل ازاي تعمل رقم زي ده. ممكن تعمل اقل منه او تعمل اكتر منه، طبعا لا يعلم الغيب الا الله، دي ارزاق، لكن ربنا بيسبب الاسباب، واحنا علينا ان احنا نشوف ازاي ده حصل وازاي ده تم خطوه بخطوه. طبعا صرفت بادجت كبيره جدا في الاعلانات، لكن خلينا نقول ان انت هتبدا من الصفر. هتشتغل ازاي في بيع المنتجات الرقميه او الديجيتال برودكت. طبعا الرقم ده مش رقم كبير يعني في واحد طلع لايف عمل $100 مليون، مش فاكر اسمه ايه يعني، الرقم ده قليل جدا 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 جدا، فاوعى تفكر ان ده رقم كبير. طيب ده حصل ازاي؟ طبعا مش عايز اقول لك ان احنا عندنا على وورد بريس ويب سايت، وعندنا فانل على سيستم اي او، وعندنا كمان هنا لو نرجع لنظم لي عندنا برضو كنا شارحين ان احنا عملنا فلوس برضو من خلال نظم لي. فالموضوع يعني كبير، ولكن انا هعدله لك بشكل متكامل يعني، او هقول لك ازاي ان انت تاخد الخلاصه، او ممكن تبدا كمان مسجز حملات اعلانيه. طيب ده حصل ازاي؟ اول حاجه كده ده الحساب الاعلاني او مدير الاعلانات او اكاونت مانجر، تمام. طيب بتعمل ايه؟ بتعمل هنا كرييت، هتعمل حمله اعلانيه. الحمله الاعلانيه دي بسيطه جدا، هتعملها مبيعات. هتقول لي طب ليه ممكن اعملها اويرنس او ترافيك او انجيجمنت؟ لا طبعا انت مش محتاج كل ده، انت عايز تبيع على طول. حلو. فعلشان تبيع على طول لازم طبعا تختار المبيعات اللي هي السيلز، تمام. طيب والله قدامك اختيارين دلوقتي، يا اما انت تشتغل كونفرجن يعني تربط البكسل وتشتغل على نظم لي عادي جدا، ممكن تعمل متجر فري حالا دلوقتي، بس طبعا محتاج ان انت تعمل انتجريشن بيمنت بوابات الدفع والحاجات دي. او ممكن تاخد الموضوع بشكل بسيط جدا زي ما انا كنت بعمل في البدايه، ان انت بتعمل مسجز او رسائل وربنا بيكرم، يعني ممكن الرؤاس بتاعك ممكن يبقى اعلى، ممكن يبقى 15 16 بناء على انك هتعرف تبيع. طيب انت هتبيع ايه؟ هتبيع باكجات، هتبيع برامج، هتبيع ملفات، اي حاجه، حتى لو كورسات يعني. ما هو انا برضو يعني هنا ما كنتش عامل حاجه جديده يعني انا كنت ببيع كورسات وباكج. الباكج ده من اقوى الباكجات اللي انا بعتها لحد الان الحمد لله، لان الباكج ده متكامل، وهقول لك كمان الباكج ده هتشتغل ازاي. طيب خلينا الاول نعمل الاعلان الممول بتاعنا ازاي، ده هتصرف كام ويجي لك كام وكل حاجه بشكل متكامل. اول حاجه كده اسم الباكج ده اسمه باكج الملوك، فهسمي الكامبين بتاعتي بالاسم ده، وهنزل تحت هنا شويه بيقول لك الميزانيه اليوميه، فانا هنا هخليها الميزانيه الحمله كلها لو انت البادجت بتاعتك قليله. فنقول سي مثلا انك هتدفع $35 في اسبوع، او اقل من كده مفيش مشكله يعني، لكن انا هدفع 1000 جنيه في خلال اسبوع. طب هو هنا بيقول لك ان في مشكله، لا ده انت لازم تدفع 1500 جنيه. فطبعا احنا لسه ما حددناش الكامبين دي هتشتغل من يوم كام لكام، فهو طبعا هيفضل سايب ده يعني، افضل سايبها كده زي ما هي لحد ما ننتقل للادسيت يعني. طيب بيقول لك هنا ميزانيه الحمله الاعلانيه انت عايزها بالادفانتج، مثلا لو انت هتعمل كذا حمله اعلانيه تحت بعضهم، فطبعا انا هعمل كذا حمله اعلانيه تحت بعضهم، وركز جدا عشان قسما بالله اللي هيتفرج على المحاضره دي للاخر وينفذ انا بوعده ان هو يقدر يحقق دخل كويس جدا. ولكن اهم حاجه في الموضوع ان انت تركز تركيز كويس، علشان خاطر اللي انا بعمله لك ده هو ده اللي انا بعمل منه فلوس، هو ده مصدر دخلي اصلا في الموضوع كله، تمام. سواء من بيع كورسات زي كورس الملوك او سواء برامج اللي انا ببيعها، تمام. يعني مصدر دخلي كله معتمد على اللي انا بقول لك عليه حالا، فانا ما بجيبلكش كلام من بره، وبالعكس الكلام ده مش هتلاقيه في اي مكان تاني، وانا بوعدك بالكلام ده. طيب اول حاجه كده احنا عملناها خلاص زي ما انت شايف كده، هتكون ميزانيه الحمله كلها ان هي هتصرف، او لو احنا هنصرف مثلا 1000 جنيه وفي كذا ادسيت، فهو بيصرف على الادسيت اللي هي فعلا هتحقق لك مبيعات اكتر يعني، تمام. طيب هننزل هنا على طبعا بالذكاء الاصطناعي يعني، هننزل هنا على الادسيت، هنعمل هنا موقع التحويل لو انت عندك ويب سايت، او كونفرجن طبعا ورابط البكسل وكل حاجه تمام، او واجهات الرسائل لو انت لسه مبتدئ، فهنخليها واجهات الرسائل اللي هو هيجي لك العملاء من خلال مسج على الواتساب طبعا او ماسنجر او انستجرام. طيب ركز بقى معايا علشان الكلام ده مهم جدا جدا. طيب عندك هنا في مركز التحويل او وجهات الرسائل، انت عايز الناس تراسلك على الماسنجر ولا انستجرام ولا واتساب؟ انا بصراحه بفضل واتساب لان بيبقى فيه خصوصيه اكتر والكلاينت بيرتاح لك، وعمليات الكونفرجن اصلا بتحصل على الواتساب اكتر يعني، فانت شيل خالص انستا وشيل خالص الماسنجر، تمام. كلام واضح اهو قدامك علشان خاطر تكون عارف انت هتعمل ايه. طيب هتنزل تحت شويه بيقول لك هنا زياده عدد المحادثات، وعدد كبير جدا بيقع في المشكله دي. طيب هتعمل ايه؟ زياده عدد التحويلات، ده هيبقى افضل بكتير جدا من حيث ان انت بتجيب الناس اللي هي فعلا بتتواصل وان هم فعلا بيقدروا يشتروا يعني من خلال الرسائل. طيب ننزل تحت شويه هتلاقي في حاجه اسمها نموذج هتخليه قياسي طبعا. هننزل تحت هنا على تاريخ البدء، طبعا انت عندك هنا غلطه، هنعدل الغلطه دي حالا دلوقتي. بيقول لك 9 سبتمبر، فانا عايزها في خلال اسبوع يعني، مثلا خليها يوم 17 خلاص كده. طيب هنا زي ما انت شايف كده هتنتهي يوم 17 كويس قوي. ننزل هنا على الجمهور، طبعا الخطا اللي هو بيقول لك عليه ده طبعا هيتعدل حالا بناء على ان انا اصلا بشتغل بيكسل يعني، فاهم، بشتغل كونفرجن على الويب سايت بتاعي، تمام. فاحنا هنقول مثلا ان احنا هنستخدم دي دلوقتي بحيث ان احنا بس ايه نكريت الموضوع، خلاص الغلط اتشال.
يعني احنا كده ماشيين صح 100%. ندخل على الجمهور. هنا شغال بيقول لك ادفانتج بلس. يعني ايه؟ يعني انت هتشغل الكامبين دي بالذكاء الاصطناعي. طبعا انت مش محتاج ذكاء اصطناعي، انت لسه في البدايه، فطبيعي الذكاء الاصطناعي مش هيجيب لك النتيجه اللي انت عايزها بناء على انك انت لسه مبتدئ من الصفر، فهو مش هيقرا او هيعرف مين هو الكلاينت اللي ممكن يشتري منك. فانت خليها اول مره خالص هتخليها من غير الادفانتج، هتقفلها. فهنقول لك دلوقتي هتقفلها ازاي. نيجي هنا على الموقع، طبعا في الادسيت الاولى، واوعى تعمل تكرار دلوقتي، لا ما تعملش ادسيت ثانيه، اصبر دلوقتي. طبعا انا بكلمك في حاجات ادفانسد، لان لو انت رجعت على المحتوى عندي على اليوتيوب هتلاقي فيه كتير جدا. طبعا في التشانل عندنا على اليوتيوب انا شرح لك من البدايه، مش ادفانسد خالص، بقول لك ازاي ان انت تعمل كامبين للمنتجات الرقميه او حتى في اي بزنس تاني. الموضوع عندك سهل، ممكن تشوف باقي المحاضرات اللي احنا شارحينها او الفيديوز يعني. طيب هنشيل طبعا مصر. قبل ما نشيلها هنعمل ايه؟ بلاش تحط مصر بس، يعني حط مثلا محافظه. لو انت في مصر اعمل واقول لك برده بره مصر انت هتعمل ايه دلوقتي. محافظه خليها القاهره، ونخليها كمان الدقهليه، ونخليها السويس، ونخليها اسكندريه. ليه بقى؟ لان انت ما تصرفش بادجت على الفاضي، لا هتخليها بالمنظر اللي انا بقول لك عليها دي، هتبقى افضل بكتير، وهتجيب لك ناس فعلا عندهم القدره الشرائيه، او علشان خاطر برده ما تصرفش كتير وتحرق بادجت على الفاضي يعني، او ميزانيه على الفاضي. تمام. طيب هنخليها هنا كمان محافظه زي ما انت شايف كده. يعني انا عايز اقول لك على حاجه، انت ممكن تشايف ان انا اسلوبي سريع او الكلام ده مش بس بناء على ان انا بدات معاك من الصفر في باقي الفيديوهات على اليوتيوب، لكن الواحد بقى بيعمل كامبين كل يوم، فالموضوع بقى مش فارق معاه، انت بقيت حافظ اصلا، فاهم؟ طيب محافظه الدقهليه، طبعا الدقهليه الفلوس كلها يعني. طيب نقول كمان محافظه ايه كمان؟ محافظه دمياط. تحياتي لاهل دمياط، خليها دمياط زي ما انت شايف كده. طيب نخليها كمان محافظة السويس. طيب نخليها كمان محافظة الجيزة. طيب زي ما انت شايف كده محافظة الجيزة عندك هنا كل حاجة ظاهرة 100%. خلاص كده احنا مش محتاجين حاجة تانية. هنيجي على العمر. طيب العمر هنا زي ما انت شايف كده، طبعا العمر مجرد رقم وكل حاجة عارف، بس العمر مهم جدا طبعا في الديجيتال برودكت. طيب اول حاجة كده انت بتبيع باقة ثمنها كام؟ فانت بتقول انا ببيع باقة مثلا ثمنها 200 جنيه او 10 دولار بره مصر، فانت هنا طبيعي هتعملها على 23 سنة لحد 37 سنة، ما تكترش اكتر من كده ولا تقلل اقل من كده يعني. تمام. طيب نخليها 37 سنة. طيب الموضوع ده كده شغال 100%. اوعى تضغط على استخدام اقتراح، لان الادفانتج بلس كده اتقفلت خلاص. لو انت استخدمت دي استخدام اقتراح، يبقى انت كده هتفتح الادفانتج بلس وهيبدا يجيب لك العمر اكتر من كده او اقل من كده، وهو اللي هيبقى متحكم مش انت. تمام. طيب الجنس هنخليها زي ما هي كده. الاستهداف التفصيلي هنيجي هنا. طبعا الباكج دي عن ايه؟ خلينا بقى نرجع كده نشوف الباكج دي عباره عن ايه، وركز جدا معايا عشان الكلام ده مهم. انا عامل لك سيرفر جاهز بناء على الباكج دي. طيب بناء على السيرفر ده طبعا كل المشتركين في كورس الملوك معاهم الباكج دي او معاهم السيرفر ده، ومعاهم كمان ازاي يعملوا الاعلانات. عامل لهم خطه متكامله، عامل لهم كل حاجه متكامله، بحيث ان احنا عندنا الحمد لله رقابه عاليه جدا جدا، بحيث ان احنا نساعد الشباب في تحقيق الدخل باذن الله يعني. طيب هنكتب هنا الباسورد. طيب بعد ما كتبنا الباسورد هنا بيكتب هتبيع ايه منهم. باكج الملوك وعندك واتس سندر. احنا عندنا باكجين بيتباعوا وموفرينها كمان للناس اللي هي اشترت مننا الباكجات دي. على فكره في كتير اشترى مننا الباكجات دي. طيب اول حاجه هنا انا هعمل لك سيرفر كامل، مش محتاج انك تتعب نفسك. انا هاخد الكلام ده كله طبعا زي ما انت شايف كده، بس الاول لازم نقراه. احنا بنبيع ايه؟ بنبيع برامج، بنبيع باكجات، بنبيع كورسز، الحاجات دي كلها. فاحنا طبعا كده لازم نعرف احنا بنستهدف مين علشان خاطر نعرف نوصل للجمهور اللي فعلا هيشتري مننا. فاحنا هنا هنشوف عندنا في جرافيك ديزاين، عندك فريلانس، عندك تعديل الصور، التسويق على وسائل التواصل الاجتماعي طبعا محتاجينه لان احنا بنبيع برامج تسويقيه، فمهمه جدا جدا جدا. طيب نيجي هنا ننزل تحت شويه، اعلانات برضو مهمه جدا، الناس اللي مهتمه بالاعلانات لانهم محتاجين البرامج دي، بحيث ان انت بتارجت بزنس اونر او اصحاب شركات او مصانع وهكذا من الامور دي كلها. مبيعات، انشطه تجاريه برضو مهمه جدا. طيب لحد هنا الكلام كله مهم وتمام ماشي 100%. نيجي هنا على اعلانات تسويق برضو مهم. خلاص كده ما تكترش اكتر من كده. ننزل تحت هنا تحديد المزيد. ده معناها ايه؟ ودي مشكله كبيره جدا ناس كتير بتقع فيها وشرحناها 100,000 مره. يا جماعه مش معنى ان انت كده وصلت للناس المهتمه ان هم يشتروا منك. ما هو انا دلوقتي مثلا هشتري منك الباكج دي، انا مهتم قوي، لكن انا مش معايا البادجت، مش معايا التكلفه، فهيجي لك ناس تقول لك تفاصيله وترميك بقى. خلاص هتجي لك ناس تقول لك تفاصيله وبعد كده ايه؟ مش هيردوا عليك. لا انا عايز الناس ترد عليا ويكون عندهم القدره الشرائيه. فانا هكتب هنا المتسوقون المتفاعلون زي ما انت شايفها كده في السلوكيات. ركز جدا، انت حطيت هنا في الاستهداف التفصيلي كل حاجه. هنا يجب ان يطابق، لازم تخليها سلوكيات اللي هو البي هافرز، اللي هو سلوكهم ان هم بيشتروا اونلاين، بيتفاعلوا معاك اونلاين، بيتفاعلوا مع الادز، مع الاعلانات. فانت هنا خلاص احنا حاطينها. هنيجي هنا تاني على اي حاجه اهتمامات ما تركزش فيها خالص. تمام، هتبقى بس بي هافرز. ركز جدا لان هو ده اللي بيعمل فلوس اصلا.
الكلام اللي انا بقول لك عليه ده. طيب هنعمل ايه كمان؟ ممكن تكتب اونلاين شوبينج، الناس اللي بتشتري اونلاين، تمام؟ فانت ممكن تضغط عليها كمان، اوكي مفيش مشكله. نيجي هنا في اللغات اللي هي اللانجوج، في مشكله كبيره جدا حضرتك بتقع فيها ان انت بتسيبها كده، لا خالص. لو انت بتبيع في دول الخليج او في اي مكان لازم تكتب العربيه، ومش العبريه، العربيه، ربنا يبعدنا عنهم طبعا. انا بتكلم عن العربيه، لان في ناس بتغلط كتير جدا في الموضوع ده، لانك لو كتبت كلمه العين كده هتلاقيه ايه، بص اللي ما يتسموش دول. طيب خلاص احنا عملناها العربيه. نيجي هنا على المواضيع، اي حاجه فيها ادفانتج ارميها على طول، ما تشغلهاش، فاهم؟ طيب اي حاجه فيها ادفانتج بلس شيلها على طول، اوعى تشغل اي حاجه فيها ادفانتج بلس طول ما انت لسه مبتدئ. هنيجي هنا على الاجهزه وانماط التشغيل، هنشغل حاجه اسمها واي فاي. ده معناها ايه؟ ده معناها حضرتك دلوقتي الاعلان بتاعك ظهر لي وانا مثلا قاعد في كافيه، قاعد في مكان مثلا في مواصلات ايا كان، فمش ههتم لاعلانك حتى لو انا مهتم بالمنتج اللي انت بتقدمه، فدي مشكله كبيره. لا انا عايز الاعلان يوصل لناس قاعده هاديين، مفيش مشكله، مفيش اي حاجه خالص. فطبعا المعظم بيبقى فاتح واي فاي او بيبقى مستقر يعني في المكان ده. طيب عندك هنا المنصات، طبعا احنا عايزين فيسبوك، انستجرام. لو انت بتارجت دول الخليج شيل الفيسبوك خالص، تمام؟ ده بس عشان نكون على نور. لكن لو انت بتارجت اي حاجه ايا كان اي دوله، شيل ماسنجر، شيل كمان اودينس نتورك، شيل كمان سيردس. ده معناها ايه؟ ده معناها ان الاعلان بتاعك هيظهر لناس مثلا فاتحه لعبه او فاتحين جريده مثلا ايا كان، فده مش هينفع خالص. ماسنجر، مين اصلا بيفتح ماسنجر؟ طب سيردس ده ابلكيشن جديد تافه يعني ملوش اي 60 لازمه. طيب نيجي هنا على العناصر، هتلاقي في حاجه اسمها الموجز، هتضغط عليها كده، ركز تاني، هتلاقي حاجه اسمها الموجز هنا. هننزل تحت هتلاقي في حاجه اسمها الشعارات، فيسبوك شيلها خالص. ليه؟ تتخيل انت فاتح دلوقتي الفيسبوك، تمام، او انستا، بس خليها فيسبوك طبعا لانها فيسبوك بس. دخلت لقيت مثلا نوتيفيكيشن، بتحسب حد بعت لك رساله، عمل كومنت، اي حاجه، فتيجي تبص تلاقي اعلان، مش هتفتح اصلا، مش هتهتم. فلا سيبها خالص كده عشان بس ما تحرقش بادجت على الفاضي. الكلام ده لو انت دافع بادجت قليله هتعرف تعمل مبيعات بالكلام اللي انا بقوله ده، لان دي حاجات محتاجه كورسات كتير جدا عشان اصلا تتعلمها، فانا بجيب لك الخلاصه يعني ومجانا يعني. طيب نيجي بقى هنا الاهم حاجه، الكرياتيف. احنا هنستعين بايه؟ هنستعين طبعا نستعين بربنا اولا طبعا، بس الحاجات دي مهمه جدا بقى. انا مجهز لك سيرفر كامل يا صديقي العزيز في الباكج بتاع الملوك، او حتى في الكورس لو انت حبيت ان انت تشترك في الكورس يعني. عامل ايه؟ عندي هنا سيرفر كامل. طبعا لو انت عندك منتج رقمي تاني ممكن تعمل نفس الكلام ده، تمام؟ بتعمل كوبي جاهز. انا مجهز الكوبي اصلا، مفيش فيها اي مشكله. بص الكوبي كبيره ازاي، لان انا يعني الباكج ده فيه كل حاجه حرفيا، سحب، مش عارف، برامج، كورسات، ملفات للديزاين، فانت مجمع كل حاجه في السوق في مكان واحد، فاهم؟ طيب هاخدها كده كوبي، تمام. نيجي هنا على مدير الاعلانات بالمنظر ده، ننزل هنا نعملها فليكسبل. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تحط اكتر من 6-7 فيديوهات، وفيسبوك بيشوف او ميتا بشكل عام بتشوف ايه الفيديوز اللي فعلا عملت كول تو اكشن او الناس اتفاعلت معاها، فبيبدا مثبت الفيديو ده من ضمن ال8 فيديوهات اللي انت حطيتها او ال10 فيديوهات، تمام. طيب هنيجي هنا بيقول لك عندك حاجه اسمها اعلان كتالوج، ما تشغلهاش. بننزل تحت على اضافه الوسائط، بتحط الفيديوهات. طيب هتجيب منين الكرياتيف؟ ما تقلقش برده مجهز لك الكرياتيف جاهزه. طيب الكرياتيف دي فين؟ هتلاقي هنا اذهب للفيديوهات مباشره، هتروح هنا هتلاقي الكرياتيف بتاعت الاعلانات جاهزه. انا مجهز لك كل حاجه والله يعني يعني مفيش حد الحمد لله عمل كده الا احنا يعني، بحيث ان احنا نساعدك بس مش اكتر. طيب كرياتيف الاعلانات بتحمل كل الفيديوز دي كلها جاهزه، تقدر ان هي تخليك فعلا تعمل مبيعات، لانها جاهزه عن الباكج اللي انا بقدمه يعني. حتى لو انت عندك منتجات رقميه تانية ممكن انت تعمل فيديوز يعني. فانا موفر للكل الحمد لله الموضوع بشكل عام يعني، بحيث ان هم ما يتعبوش لسه يعملوا اي حاجه. الموضوع بيبقى يعتبر بيزنس جاهز يعني، فاهم؟ في الكورس عندنا اول باكج يعني. فانا هعمل ايه؟ هحط مثلا ال3 فيديوهات دول، تمام، وبعدها هعمل ايه؟ بعدها هاجي هنا اعمل نشر، تمام، زي ما انت شايف كده. حلو كده، حلو كده، لغايه هنا احنا ماشيين 100% تمام. طبعا هو بيقول لك هنا ايه؟ في مشكله. طبعا المشكله دي اتحلت يعني، هتتحل حالا دلوقتي اول ما الفيديوهات تنزل، زي ما انت شايف كده اتحلت قدامك. لا سحر ولا شعوذه، انا بقول لك الواحد شارب اعلانات يعني الواحد اتخنق يعني، كل يوم بيعمل اعلانات فخلاص يعني. طيب النص الاساسي اللي انا لسه واخده كوبي من شويه هنا ده، تمام. بنعمل هنا مدير الاعلانات بس، خلاص كده. طيب بتعمل ايه تاني؟ ولا اي حاجه يا صديقي. بتيجي هنا دردش الان، هتكتب مثلا خصم 50%، تمام. هتكتب هنا في الوصف ضمان مع تحديثات، بس الكلام ده هو يعني ايه، بيأثر شويه يعني، تمام، مع تحديثات. خلينا نكتبها صح بس عشان ما حدش يتريق علينا طيب ضمان مع تحديثات، خلاص كده. بص الكونتنت ظاهر كده زي ما انت شايف كده، كونتنت ظاهر مستوى عالمي يعني الحمد لله، وشغل كويس جدا. طيب نيجي نعمل ايه تاني بقى؟ هنضغط على حاجه اسمها تحسينات التصميم. لا طبعا ما تضغطش عليها خالص عشان ما يبوظلكش بس الحاجات اللي احنا عملناها. طيب انشاء قالب جديد، طبعا انت بتعمل هنا تعديل القالب. تعديل القالب هنا مرحبا، ولكن هنا نكتب هنا خصم 50%.
طيب ننزل تحت هنا في الرسائل المسبقه الملء، زي ما انت شايف كده الكلام ده لازم نشيله، نكتب هنا تفاصيل والسعر. هتيجي تقول لي طب ايه الكلام ده؟ طيب علشان خاطر العميل بس ما مش لسه هيكتب لك تفاصيل، هو يعمل سبميت على طول اتحولت رساله او حصل كونفرجن كده خلاص يعني، فاهم؟ فده الاحسن انك بتريح الكلاينت يعني. واكتب هنا بعدها باكج الملوك يعني، بس كده. فلو كتبت هنا باكج الملوك مثلا او اي حاجه الشرط عشان تحفظها بعد كده الرساله السريعه وتعمل حفظ كده كده، عشان عملت اعلانات قبل كده فانا مجهز الرد السريع اصلا يعني. خلينا كده نضغط على الرد السريع، هنلاقيه هنا في التعديل استخدام قالب جاهز اهو، زي ما انت شايف انا عامل اصلا باكج الملوك وهي جاهزه عندي اصلا. طيب نيجي هنا للتتبع، لو انت عندك كونفرجن بتعمل كده بس خلاص، الكونفرجن هنا اتفتح معاك وشغال لو انت شغال ويب سايت يعني طبعا. طيب ده طبعا مستوى ادفانسد قوي قوي اللي هو طبعا احنا ذكرناه في كورس الملوك يعني. طيب كده انت هتعمل ايه؟ بتعمل ببلش او نشر، خلاص كده الكامبين بتاعتك اشتغلت. طبعا في نقطه مهمه جدا جدا، النقطه دي لو انت عندك واتساب لازم تجهز المحتوى بتاعك اللي انت هترد على الناس ازاي. وطبعا المحتوى ده احنا جهزناه في السيرفر برضو يعني، عندك نسخ الاسعار، عندك اذهب للفيديوهات، احنا عاملين كل حاجه، حتى لو هتبيع الابلكيشن ده جاهز برضو من مجاميعه يعني. تمام، فيعتبر بيزنس جاهز حرفيا احنا بنوفره. ولكن في نفس الوقت لو انت عندك منتجات رقميه اعمل ده، اتكل على الله. مستقبل المنتجات الرقميه صدقني قوي جدا. عايز اقول لك ان في واحد عمل 100 مليون دولار باين او يورو في خلال بس مباشر، بس ما كملش بتهيالي 3 ساعات يعني. فلك ان تتخيل والرقم اللي انت شايفه ده يعتبر رقم قليل. احنا عندنا على وورد بريس برضو ستور، وعندنا كمان على نظم لي، وعندنا كمان على سيستم اي او، فالموضوع كبير جدا يعني، فاهم؟ لكن مش عايز برضو اكبر الموضوع عليك قوي بحيث ان انت ما تتشتتش. لكن لو انت حبيت برضو تنضم للجروب بتاعنا، عندك هنا جروب متكامل، عندك هنا ناس حققت دخل الحمد لله من كورس الملوك. زي ما انت شايف اكتر من 934 قصة نجاح، كل دول عملوا دخل زي ما انت شايف كده اهو. دي ناس حققت دخل فعلا من كورس الملوك من خلال الحاجات اللي انا قلتها لك والله حالا دلوقتي يعني. زي ما انت شايف كل دي ارباح ناس حققت دخل بالفعل. وعندك كمان السايت ممكن تدخل عليه، لو كتبنا هنا كورس الملوك، انا سيبه لك في الديسكريبشن زي ما انت شايف كده، هتلاقي فيه تفاصيل كامله عن الكورس. الحمد لله الكورس ده من افضل الكورسات في الوطن العربي، اللي بيعلمك الميديا باينج وازاي ان انت تقدر تعمل بيزنس كامل من خلال بيع المنتجات الرقميه. طبعا هو ظاهر في الموبايل احسن من كده يعني. تمام، طيب زي ما انت شايف التفاصيل كامله عندك، كمان هنا الاسعار، عندك كل حاجه جاهزه يعني. تمام، فزي ما انت شايف كمان هنا بالدولار بالجنيه كل حاجه ظاهره. لو حبيت ان انت تبدا معانا تشرفنا باذن الله. ولو حابب ان انت برضو تستخدم المحتوى المجاني، انت عندك لو منتج رقمي موجود، فلو حبيت تنضم لجروب التليجرام او تنضم للكورس معانا يعني تشرفنا. لو محتاج بس المنتجات الرقميه برضو موجوده اللي انا عملت عليها اعلان حالا او اللي احنا اتكلمنا عنها حالا يعني. تمام، اتمنى ليك التوفيق والنجاح ان شاء الله خير. اي حد محتاج اي سؤال تحت امرك، نبدا نجاوب عليك في جروب التليجرام، موجودين 24 ساعه. شكرا جدا لحضرتك. طبعا الجروب ده مجاني بالكامل، في جروب تاني في اي بي، لكن الجروب ده احنا عاملينه مجانا عشان نساعدك. وان شاء الله لو احتجت الكورس ده احنا عاملين ديسكاونت حاليا 50%. بالتوفيق.